Welcome to Partners in Crisis. بعد حوالي 6 سنين من البارت الأول أخيرا الجمهور في كل العالم قدر يتفرج على الجزء التاني من زيتوبيا علشان خاطر نكمل نتابع الرحلة المجنونة بتاعت جودي وكمان نيك. اللي خلى الفيلم يكسر الدنيا ساعتها ما كانش قصة معقدة ولا أحداث ضخمة، لا كان الكيمياء الجامدة قوي اللي ديزني قدرت تعملها بين الثعلب والأرنبة. وبما إن الكل كان بيسأل هل الثعلب والأرنبة ممكن يبقوا مع بعض أصلا؟ قبل ما نكمل كلامنا ما تنساش بقى لو انت اول مره على القناه تعمل سبسكرايب شير كومنت لايك علشان خاطر ده كله بيدعمني ويساعدني، ويلا بينا نكمل. احنا هنا بنكمل مع ثنائي نيك وجودي واللي دلوقتي بقوا رسميا شركاء في قسم الشرطه، بس طبعا بما ان شخصيتهم وطريقتهم في الشغل عكس بعض تماما الاتنين فضلوا يخربوا مهمه ورا التانيه لحد ما رؤسائهم زهقوا منهم. وفي وسط اللخبطه دي جودي تكتشف بالصدفه حقيقه غريبه ليها علاقه بفصيله الزواحف، مخلوقات عمرها ما ظهرت قبل كده في زيتوبيا، والخيط ده بيوصلهم لثعبان يسمى جاري، وهناك بيكتشف سر كبير اتدفن من سنين، وساعتها نعرف ان المدينة مش مثالية زي ما الناس كانت فاكرة. بس هنا بقى كل ما نيك وجودي يغوصوا اكتر في القضية بيلاقوا نفسهم في خطر حقيقي وبيتقلبوا لشخصيات مطلوبة ومطاردة كمان، وده كله غصب عنهم. فهل هيقدروا يخرجوا نفسهم من الورطة دي؟ ده بقى اللي لازم تشوفوه بنفسكم في السينما، لان الفيديو ده هو مجرد مراجعة للفيلم مش تلخيص للفيلم. فلازم نعترف ان رغم ان عدى 9 سنين زيتوبيا لسه محافظه على روحها الاصليه، الفيلم لسه مليان خفه دم وطاقه ايجابيه من اوله لاخره، وانت بتتفرج هتلاقي دايما لحظات منعشه ولطيفه والافيهات مش متكرره كل شويه بيغيروا فيها علشان خاطر يفاجئوك اكتر. ولو البارت الاول كان بيحكي اكتر عن فكره الاحكام المسبقه والتعايش بين اكل اللحوم واكل العشب، فالبارت التاني داخل على مستوى اعمق شويه. القصة المرة دي بتتكلم عن الهوية والسلالات المختلفة للأنواع، وده خلق جو أعمق وأنضج في الأحداث، والتفاصيل اللي فيها جدية في الجزء ده معمولة بإتقان فعلا ومنطق عالي جدا، وده بصراحة كان حركة ذكية من فريق الكتابة. وسعوا عالم زيتوبيا وفي نفس الوقت ادوا فرصة لاستعراض الرسوم الرهيب خصوصا في مشاهد المية والبيئات الرطبة اللي كانت شبه الحقيقة. اما النقطة الاقوى في الفيلم ولسه محافظة على نفسها فهي الكيمياء الخرافية بين نيك المكار وجودي المتحمسة، وده في الجزء التاني كمان هيتعرض للاختبار. فصحيح لسه في الهزار اللذيذ، بس المرة دي في صدمات في الاراء وخلافات في الثقة. جودي بطبعها المتفائل والملتزم بالقانون هتبدأ تتصدم لما تكتشف ان النظام اللي شغالة فيه مش مثالي زي ما كانت فاكرة. اما بالنسبه لنيك فهيدخل في مواجهه مع ماضيه وبنفسه لما يرجع يحتك بالعالم السفلي، ولسه جواه الاحساس انه مش بطل المدينه ولا اي حاجه من دي. علشان كده بجانب الهزار واللحظات الممتعه الفيلم فيه لحظات صراع داخلي وذكاء ومشاعر فعلا مؤثره، وفي النهايه هنشوف قد ايه نيك وجودي كبروا واتغيروا فعلا. اما بالنسبه لجاري فهو انا بيمثل نوع اكبر بكتير من الظلم ان نيك نفسه اتعرض له قبل كده، لان مش جاري بس، كل الزواحف في الفيلم بيتعامل معاهم على انهم كائنات خطيره وشريره بطبيعتها. By greeting our teammate. وصناع زيتوبيا كانوا اذكياء جدا. في الجزء الاول ما حدش فينا وقف وسال هو ليه يا جماعه ما فيش زواحف في المدينه دي. دلوقتي في الجزء الثاني الاجابه بقت واضحه جدا، دخول الزواحف اللي هي مخلوقات دمها بارد وشكلها مختلف تماما عن الثدييات اللي المدينه كلها مبنيه عليهم، هو كان رمز ذكي جدا لفكره الاقليات اللي المجتمع بيبعدها او المهاجرين اللي مش لاقيين مكان وسط الناس. جاري هنا بيمثل قلب رسالة الفيلم، ومحاولته ان هو يندمج في عالم بيخاف منه كانت مؤثرة جدا وفيها لحظات حزينة ومليانة فعلا احساس. بس في نفس الوقت جاري برضه يعتبر واحد من مصادر الكوميديا في الفيلم، ومشاهده كانت ممتعة وكمان بتضحك. ولسه كمان زي الجزء الاول زيتوبيا 2 عنده تويست كبير ومفاجئ بيغير نظرتها لشخصيات كتير جدا. الشرير الحقيقي هنا مش مجرد فرد طماع في السلطه، ده بيمثل عقيده كامله ومتعصبه ومحافظه بشكل متطرف، والتلميحات ده كانت موجوده من الاول بشكل ذكي يخليك تتفاجأ وفي نفس الوقت تحس انه منطقي جدا. والحق يتقال هنا ديزني شاطره جدا في حته التويست، رغم انها بتكرر الفكره دي في افلام كتير لكن كل مره بيقدموها بشكل يخلي الناس تتبهر اكتر. ولكن هنا في زيتوبيا قدروا يظبطوها. في نص الفيلم لما الاحداث دخلت منطقه الزواحف الدنيا كانت ماشيه بسرعه زياده، رغم ان المنطقه دي كان ممكن تتقدم بشكل اعمق واغنى من كده. وبرضه على قد ما التويست كان قوي حل العقده في النهايه كان بسيط وسهل شويه لصالح الابطال، ولو كانوا زودوا التعقيد اكتر كان ممكن يبقى صعب على الاطفال يتابعوا الموضوع. غير القصه المتطوره واضح ان المستوى البصري في زيتوبيا اتطور جدا بعد 9 سنين. فلو الجزء الاول كان ثوره في تفاصيل فرق الثدييات، الجزء الثاني هو ثوره في حرافش الزواحف. كمان المستنقع والزواحف عملوا تباين واضح مع الزحمه والالوان الحيه اللي كنا شايفينها في الجزء الاول.
وطبعا طبيعة الدم البارد للتعبان اتقدمت بشكل مميز جدا هنا. الأنابيب والمجاري المائية في المستنقع اتعملت بإتقان رهيب. أما من ناحية الصوت كمان رجعت شاكيرا بأغنية جديدة كلها طاقة وحماس، وغير كمان في موسيقى في الخلفية متغيرة ومرنة وبتجمع بين الجو التحقيقات والتشويق وكمان الأكشن الحديث. أما عن العلاقة بين نيك وجودي فدي حاجة تانية خالص. الاستوديو أكد قبل كده إن هما بس صحاب ومفيش رومانسية ما بينهم، وده فعلا مستمر في الفيلم، لكن طريقة تعاملهم مع بعض وحواراتهم على مستوى أعمق من الصداقة العادية. الكيمياء بين الاتنين واضحة ومش محتاجة كلام، واللحظات بينهم فيها مشاعر أكتر من مجرد صداقة بسيطة. نيك كمان اتطور جامد جدا عن الجزء الأول، لسه عنده شوية حركات ماكرة شوية لكن دلوقتي شكله أكتر نضجا وثقة. وبالنسبة لجودي برضه لسه فيها عيوبها، لكن حماسها المبالغ فيه للشغل أحيانا بيضر زمايلها، وفي الآخر طبعا بتتعلم وبتنضج وبتخرج نسخة جديدة من نفسها. وبجانب جاري في شخصية جديدة هنا على ما أتذكر يسمى بوبرت، قط من عيلة لينزي. زي جودي كده هو شخص مش واخد حقه من عيلته وكل اللي بيعمله بيتقلل من قيمته، وفي مشهد قوي جدا ليه في نهاية الفيلم. فالخلاصة هنا بعد 9 سنين واضح ان زوتوبيا 2 ما خيبش امل الجمهور، قصة اعمق واكتر نضج، شخصيات متطورة وواقعية، والكيمياء بين نيك وجودي لسه ساحرة زي الاول. وكالعادة طبعا زي ما في ايجابيات في سلبيات، يعني مثلا لو اتكلمنا على الايجابيات هنا فهو فعلا تكملة محترمة للبارت الاول، الكوميديا قوية جدا، لغز الفيلم اكيد طبعا مشوق، والعالم الجديد نقدر نقول هنا ان هو معمول بشكل ممتاز ومختلف. الشراكة بين جودي ونيك من احسن عناصر الفيلم، غير كمان ان الفيلم مليان لحظات مؤثرة، ويمكن في التلت الاخير من الفيلم المواضيع وكمان الرسائل الاجتماعية معمولة بطريقة هادية مش محشورة في الفيلم، غير كمان ان في بوست كريدت سين او مشهد بعد النهاية. So us being here kind of seems like a huge misunderstanding. اما بالنسبة للسلبيات فهي مش كتير، يعني مثلا تطوير نيك قليل، في لمحة انه بيعاني ماديا ولسه مكافح، لكن الفيلم ما كملش الخط ده يعتبر. وتحس كمان ان كان في حتة كده ناقصة في التطور لرحلته كمجرم سابق بقى شرطي بعد التسهيلات في القصة، خصوصا في نهاية الفيلم برضه شايفها من سلبيات الفيلم. لو هنتكلم على الحاجات اللي هي كانت متوسطة شوية أو كانت ملخبطة في معظم أحداث الفيلم، إن الإيقاع أضعف من الجزء الأول، وتحس إن في حاجات سهلة زيادة. رجوع شخصيات من الجزء الأول بيستخدم بطريقة بتسهل الأحداث شوية، العوالم الجديدة قليلة مقارنة باللي وعدونا بيه. يعني لما تيجي تشوف دلوقتي الإيجابيات والسلبيات هتلاقي الإيجابيات أكتر بكتير من السلبيات، وكمان بالحاجات اللي يمكن تكون متوسطة، ودي حاجة كويسة جدا لفيلم زي ده. فبس كده، لو انت شفت الفيلم سيب رايك في الكومنتات، ولو انت اول مره على القناه هنا ما تنساش بقى تعمل سبسكرايب شير كومنت لايك علشان خاطر يوصلك كل جديد اول باول، واشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام. Here we go.